بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الذي نعبده وحده ولا نشرك معه أحد أبدا آمين. سر النهاردة نتكلم عن سر المائدة المقدسة. سر المائدة المقدسة، كنا تتبعنا حمل الله الذي يرفع قضية العالم. حمل الله الذي يرفع قضية العالم ده كان من بداية وعد الرب الإله لنسل المرأة يسحق رأس الحي، ورمز له بالحمل، حمل الله الذي يرفع قضية العالم. قدموا هابيل وقبل منه، تابعه في ذلك تشيس وآنوش، ثم جاءت نبوءة نوح، ثم نبوءة إبراهيم الذي حدد المكان الذي سيولد فيه المخلص والنسل الذي سيولد منه. لذلك سميت أرض الموعد اللي هي أرض الكنعانيين، وابن الموعد اللي هو إسحاق. تستمر النبوءات، يتابع في تقديم حمل الله اللي هو إسحاق ويعقوب والأسباط، إلى أن يدخل بني إسرائيل إلى أرض مصر. استمروا 400 سنة في أرض مصر، وأرسل الله موسى النبي لإخراجهم من أرض العبودية وإدخالهم إلى أرض الموعد بحسب نبوة إبراهيم. وتتبعنا أيضا الضربات العشرة التي قام بها موسى لأرض مصر، وكانت الضربة العاشرة هي ضربة الأبكار، حيث قال الرب لموسى: يأخذ بني إسرائيل شاه صحيح من الخرفان أو المعز ويكون عندكم إلى اليوم 14، ثم يذبحه كل جمهور إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلون على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها، فإني أجتاز في أرض مصر في هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. وبالفعل مر ملاك الموت في منتصف الليل في أرض مصر، وضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون إلى بكر الجارية الجالسة خلف حجر الرحى. تبدأ سر المائدة المقدسة في التفصيل. في التفصيل يعني احنا اتكلمنا كتير جدا على انه بيجيبوا الحمل ويذبحوه وياخدوا الدم ويدهنوا القائمتين والعتبة العليا، لكن الطقس عنده خطوتين: خطوة ذبح وإراقة الدم ودهن طلاء القائمتين، والطقس لكي يكتمل لازم يتاكل هذا الحمل. بص في الخروج 12 بيقول: يأكلون اللحم في تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه، لا تأكلون منه نيا أو طبيخا مطبوخا بماء، بل مشويا بالنار. ركزوا معايا: رأسه مع أكارعه وجوفه، لا تبقون منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. خلوا بالكم: لا تبقون منه إلى الصباح والباقي تحرقونه بالنار، هكذا تأكلونه، أحقاؤكم مشدودة، أحذيتكم في أرجلكم، عصيكم في أيديكم، تأكلونه بلا عجل، هو فصح الرب. لا تخرج من اللحم من البيت إلى الخارج، وعظما منه، وعظما لا تكسر منه، وعظما لا تكسر منه. كل كلمة في هذه الطريقة التي يتكلم فيها التي شرحها الوحي المقدس لها معنى ولها نبوءة متصلة بالذبيحة الأصل اللي هو السيد المسيح له كل المجد. الوحي المقدس هنا فصل طريقة العمل، طريقة عمل هذا اللي هي تكملة الطقس. الطقس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الذبح، إراقة الدم، تأخذ من الدم تدهن على العتبتين. تكملة الطقس إنك هتسوي الخروف، لا تكسر منه عظما، تأكله مشويا، تأكله مع فطير على أعشاب مرة. وهناخد كل تفصيل، كل تفصيلة من هذه الكلمات التي لها معنى، التي تدل على
سر المائدة المقدسة. إذا حمل الله هنا الرمز بتاعه في سر المائدة المقدسة. عرفنا أن هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، اللي هو دم وجسد السيد المسيح الذي نتناوله كل أحد أو كل قداس على المذبح في الكنيسة. فكان الرمز حمل الله الذي يرفع خطية العالم. في رمز تاني بعد ما طلعوا بني إسرائيل من أرض مصر وعاشوا في البرية. طب ما فيش أكل، ما فيش مية، ما فيش شرب وكده. فقال الرب لموسى، خروج 16: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومه. ركزوا معايا، حاجة اليوم بيومه. ولما ارتفع صقيع الندى على وجه البرية، فشيء دقيق مثل قشور دقيق الجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ من هو؟ لأنه لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. عشان كده لما اتكلموا مع السيد المسيح قالوا له: آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. السيد المسيح قال لهم: لا، آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. وزي ما قلنا خاصم اليهود بعضهم بعضا، فقالوا: كيف يقدر أن يعطينا جسده لنأكل؟ كيف يقدر أن يعطينا جسده لنأكل؟ فأجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الآخرة. هو ده سر المائدة المقدسة الذي يؤمن به المسيحيين، سر التناول، سر الأفخارستية، الذي هو رمزه حمل الله الذي يرفع خطية العالم، ورمزه الخبز النازل من السماء على بني إسرائيل في سيناء. لم يفهم القرآن وكاتب القرآن سر المائدة المقدسة. سمع بعض كلمات انه اعطينا من هذا الخبز، فراح كاتب: إذ قال الحواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا راجل، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إيه؟ لما هو عيسى اللي قال لهم صوموا 30 يوم واطلبوا من الله آية معجزة فظيعة تدل على وحدانيته وتدل على نبوءته. يقول حبر الأمة الإسلامية وترجمان القرآن ابن عباس، حيث ينقل لنا شيخ المفسرين وإمام ابن جرير الطبري في تفسير سورة المائدة 112 عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى صلى الله عليه وسلم وأمه. يا راجل، بتحدث عن عيسى؟ ابن عباس بيحدث عن عيسى؟ ابن عباس الذي جاء بعد 650 سنة يحدث عن عيسى وأمه. قال، بيقول إنه عيسى قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ يعني عيسى راح لبني إسرائيل قال لهم صوموا 30 يوم واسألوا أي حاجة أنتوا عايزينها عشان تستدلوا بها على وحدانيته وقدرته وتستدلوا على نبوته. ففعلوا ثم قالوا: يا معلم الخير، لم نكن نعمل ل31 يوما، فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟
يا راجل، بقى بعد التعب ده كله والصيام والهيصة والعمل واستعداد بني إسرائيل 30 يوم صايمين، 30 يوم كان كلهم ماتوا، كان ريحونا يا عم. 30 يوم صايمين، بعد 30 يوم من الصيام قالوا له طب خل ننزل لنا مائدة فيها سميط وبيض وجبنة نستدل بها على قدرتك ووحدانيتك ونبوءة عيسى. ازاي؟ انت بتتكلم على مين؟ انت بتتكلم على بني إسرائيل. ده بني إسرائيل هم اللي ظهر فيهم الأنبياء والذين عملوا المعجزات. تنسيت أنه يا دوب طالعين من أرض مصر، وموسى بعصاه لرعي الغنم شق البحر نصين. ده دمر جيش، أقوى جيش في العالم، أقوى مملكة في العالم دمرها بعصاه لرعي الغنم أمام عيون بني إسرائيل. نسيت أنه دول اللي عاشوا 40 سنة في البرية لا يزرعون ولا يحصدون، والله ينزل عليهم أكل من السماء. تقوم تقول له دليل وحدانيتك ونبوءتك وينزل لنا سميط وبيض وجبنه؟ نسيت الأنبياء يا عمي. يشوع بن نون وقف الشمس في كبد السماء. إيليا ملأ كوز الزيت والدقيق للأرملة 3 سنين لا ينضب، وبعد كده ابنها مات، أقام ابنها من الموت. ملوك الأول 17 أقام ابنها من الموت. إليشع أقام ابنة الشيمونية من الموت. ملوك الثاني 4. وأنبياء كتار. أنت فين؟ أنت رايح على كمية كبيرة. 44 رسول جاءوا في العهد القديم، كلهم يصنعون معجزات عظيمة جدا. وفي النهاية جاء السيد المسيح له كل المجد ليصنع معجزات أعظم مما صنعها كل الأنبياء اللي قبله. لدرجة أنه بني إسرائيل اللي ظهر فيهم كل الأنبياء وكل المعجزات يقول لم يظهر قط مثل هذا في بني إسرائيل. إزاي لم يظهر قط؟ فين؟ إزاي؟ فين موسى ويشوع وإيليا فين دول؟ ما ظهر فيكم. لكن لما شافوا السيد المسيح بيعمل المعجزات قالوا لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. ليه؟ ليه؟ بص الوحي المقدس في مرقس 1 يقول فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلا ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ إنه بسلطان يأمر الأرواح النجسة فتطيعه. ده حتى الأرواح النجسة اللي كانوا بيطلعوها الرسل والأنبياء بالصلاة والصوم، ده كان مجرد أنه يأمرها ويقول لها اتركي هذا الجسد فتطيعه وتصرخ ما لنا ولك يا يسوع ابن الله الحي. إيليا وإليشع أقاموا موتى في العهد القديم لكن صلوا وبكوا. السيد المسيح يدخل على الصبية الميتة ويجد الجميع يبكون ويلطمون، فيخرج الجميع خارجا ويمسك بيدها ويقول لها يا صبية لك أقول قومي، فرجعت روحها وقامت في الحال. كده واحدة ميتة، طفلة ميتة، صبية، بص النص فأخرج الجميع وأمسك بيدها ونادى قائلا يا صبية أمر قومي، فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل. لما راح شاف وهو ماشي، شاف في ابنة أرملة نايين نعش، الناس ماشيين بجنازة، ولقى الأم الأرملة بتبكي على ابنها الوحيد، فأوقف الموكب قال لهم استنوا، ووضع يده على النعش وقال أيها الشاب لك أقوم، قل لك. فجلس الميت وبدأ يتكلم فدفعه لأم. يصنع المعجزة بسلطان. عشان كده كانوا بيقولوا ما رأينا قط مثل هذا في إسرائيل. بعد كل الأنبياء والرسل اللي ما رأينا مثل هذا. وقف قدام قبر العازر قال له العازر هلم خارجا، طلع من القبر ملفلف بالمكفر 4 أيام.
4 أيام في القبر، علميا أنتن وحالته انتهت بكل بساطة. العذر هلم خارجا. ده مش كده وبس، فعل الأفعال اللي هي لا يستطيع أن يفعلها إلا الله. غفران الخطايا، مين يقدر يغفر الخطايا غير ربنا؟ لما كان في البيت والدنيا زحمة أصحاب المفلوج وأسرته المشلول مش قادرين يوصلوا له، فطلعوا فوق السطح وكشفوا الستر في مرقس 2، وأنزلوا هذا الشخص المربوط المشلول، ربطوه بحبل ونزلوه قدام يسوع من السقف. فلما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوج يا ابني مغفورة لك خطاياك. مين اللي يقدر يغفر الخطايا؟ خلوا بالكم، خلوا بالكم، ربنا ما بيعملش معجزات بتاعت بلي بلي جلا جلا بص شوف 10 يكتفوني. لا، كل معجزة لها حكمة، لها سبب، ولها موعظة، ولها نبوءة لازم نفهمها. يا ابني مغفورة لك خطاياك. الحاضرين كانوا مين؟ الحاضرين كانوا اليهود الدارسين الفاهمين للتوراة والناموس والأنبياء. فقالوا في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. الناس فاهمة حوالينهم، الناس اللي موجودين ما هماش ناس لما نقول لهم جيبوا لنا معجزة يقول لي أصل هو شق. لا، دول ناس دارسين الكتب، فالفين الكتب. مغفور لك خطايا، قالوا استنى. طبعا ما قالوش استنى، ما قدروش، بس في قلوبهم قالوا من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. ليه ده بيتكلم بتجديف؟ هو ده مين ده؟ فكانت الفكرة من الإثبات عشان الناس تقرأ وتفهم. فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أيسر أن يقول للمفلوج مغفور لك خطاياك، أم أن يقول قوم واحمل سريرك وامشي؟ ما هو احمل سريرك وامشي دي عملوها كل الرسل والأنبياء اللي قبلي. كل الرسل والأنبياء اللي قبلي عملوها. انتوا بقى أيهما أيسر؟ في حد من الرسل والأنبياء يقدر يقول مغفور لك خطاياك؟ قالوا له لا، إلا الله وحده. الله وحده هو الذي يغفر الخطايا. فقال لهم لكي تعلموا يا بني آدمين، افهموا، لكي تعلموا أن ابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج قم واحمل سريرك واسهب إلى بيتك. وللوقت حمل السرير وخرج قدام الكل. يبقى بني إسرائيل اللي جاء فيهم الأنبياء والرسل وعملوا المعجزات وأقاموا الموتى وشقوا البحر ووقفوا الشمس عملوا كل معجزات، وظهر فيهم أخيرا السيد المسيح له كل المجد اللي يعمل معجزات أكثر من كل المعجزات وبطريقة السلطان، حتى أن بني إسرائيل اللي درسوا الكتب بيقولوا لم نرى ذلك في إسرائيل قط. ده لما جه تلاميذ يوحنا بيسألوه أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وما تنظران. اللي شايفينه بعيونكم واللي سامعينه بآذانكم. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون. طوبى لمن لا يعثر فيه. طوبى فيه. اللي ما يعرفنيش دي فرحة لي، اللي يعرفني فرحة لي، اللي ما يعثر فيه. اللي يعرفني، ما أنا واضح، ما أنا واضح، كل النبوءات بتقول أنا هو، أنا واضح. طوبى لمن لا يعثر فيه. اللي ينكرني
ويقول لي ما صلبوه وما قتلوه، هعمل لكم ايه بعد كده؟ هعمل لكم ايه بعد كده؟ طوبى لمن لا يعثر فيه. تصور الكتاب المقدس يقول وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة فواحدة فلست أظن العالم نفسه يسعى هذه المكتوب. بعد كل ده يطلع لنا ابن عباس ويقول دليل نبوءته انه بني اسرائيل قالوا له نزل لنا مائده عليها صميت وبيض وجبنه. ما كفكمش الهلومه دي كلها. يعني طب ازاي؟ 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 يعني بعد ما العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون تقولوا له عشان وتثبت وحدانية الله نزل لنا مائدة فيها زيتون وعسل وبيض وجبنة وقديد. الكارثة مش كده. الكارثة انه بيقول انه المعجزة هذه المعجزة دليل على وحدانية الله، مش بس نبوءة عيسى. يعني مش يعني بعد عمل كل المعجزات دي بيجي عشان يثبت لهم انه هو نبي. لا، دي دليل على وحدانية الله. ازاي؟ ما هي علاقة الشخص اللي بيكتب ما هذه الخرافات يطلع يقول لي ما هي علاقة الزيتون والبيض والجبنة بإثبات وحدانية الله؟ أي حد من الإخوة المسلمين يتكرم يطلع يقول لي ما هي علاقة. أهو ونكون في تفسير سورة المائدة 113 ونكون عليها من الشاهدين لله بالوحدانية والقدرة الإمام البغوي. أهو إزاي نكون ما هي علاقة الزيتون والبيض والجبنة بإثبات وحدانية الله وقدرة الله يا راجل؟ ونقول الإمام البغوي طفش. لا، الإمام القرطبي قال كده، والإمام الطبري جاب شيء أخطر. ده بيقول إنه هذه المائدة أنزلها الله خصيصا لتكون شاهدا عليكم في إثبات توحيده وقدرته على ما يشاء. يا راجل واحد، طب يا اخوانا ما تفهمونا، مش انتوا الحكومة، مش انتوا عارفين كل حاجة؟ مش انتوا المسلمين؟ مش ده كلامكم؟ ما هي علاقة الزيتون والعسل والبيض والجبنة والقتيد بحسب تفسير القرطبي لسورة المائدة 115 في إثبات التوحيد والقدرة على ما يشاء؟ نفهم؟ سألنا الكلام ده امبارح للعلامة رافضي، قال لي مش عارف، هم قالوا لنا كده، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا. طب هيفيدك؟ خلي بالك الشيخ الطبري بيقول ايه حاجتين. هذه الآية أنزلها الله حجة لنفسه، ده هيستدل عليكم يوم القيامة، هيجي يقول لكم شايفين الزيتون والبيض والعسل والجبنة؟ ده دليل على وحدانيتي، دليل على التوحيد، ودليل على قدرتي. معقول اهو القرطبي بيقول كده، أنزل هذه الآية حجة علينا في توحيده وقدرته على ما يشاء. يوم القيامة واقف قدام الله، يقوم يجيب لك شوية زيتون على شوية بيض على شوية جبنة، يقول لك شايفين هذه حجة عليكم إنه على التوحيد والقدرة. إزاي؟ المائدة المقدسة اللي عندي أنا، اللي هي سر التناول، اللي هي سر الأفخارستية، اللي هي دم وجسد المسيح، هي تشهد عليكم بالوحدانية والقدرة، بالتوحيد والقدرة. أما بالتوحيد فنحن نعرف أن الآب
هو أن الله له طبيعة الثالوث، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. فنؤمن بإله واحد ولا نشرك به أحد، ولكننا نعرف طبيعته في 3 أقانيم. أما القدرة فنحن نعرف أن الابن قادر على أنه نزل وأخذ جسدا وحل بيننا. يقول الوحي المقدس الذي نزل من والكلمة صار جسدا وحل بيننا. قدرته. تقدر تقول لا؟ تقدر تقول لا؟ ممكن ترفع يدك، دي ما محاضرة يا سامسون. ارفع يدك واسألي، ارفع يدك واسألي. تفضل. سلام المسيح لك يا مولانا. أنا سلام المسيح أنت معك. بتقول الآية الطبري قال الآية دي دليل على التوحيد. أي آية؟ أنا ما انتبهت أي آية اللي بيقصدها اللي هي الآية اللي هي المائدة اللي نزلت من السماء، المعجزة بتاعت الزيتون والبيض والجبنة دي. الطبري بيقول دي حجة على التوحيد وعلى القدرة. ايه؟ طيب سورة المائدة 113. نعم. قصده شنو من الكلام ده؟ يعني حجة كيف يعني؟ حجة على التوحيد والقدرة. تسأل. الله ينور عليك. أسأل أي مسلم حيقول لك ما عارف. نحن امبارح قعدنا مع رافضي 7 ساعات قال ما عارف. يا عم هي حجة على التوحيد والقدرة؟ قال أيوة. طب كيف حجة على التوحيد والقدرة؟ قال الله ما عارف. كن حمارا يصير لك الإسلام صحيحا. ما دام قالوا حجة على التوحيد والقدرة يبقى حجة على التوحيد والقدرة. والسؤال مطروح. من وجهة نظر مسيحية أنا أفهم ما هي المائدة المقدسة إحنا بالنسبة لنا يا سامسون؟ المائدة المقدسة هي دم وجسد السيد المسيح. أيوة. دم وجسد المسيح هي شهادة على الوحدانية، إنه نؤمن بإله واحد في الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، إله واحد. آمين. والكلمة صار جسدا وحل بيننا وأعطانا بقدرته، أعطانا دم وجسد لنأكل في المائدة المقدسة. أنا بالنسبة لي الكلام واضح. إذا كان مؤمنين بها أو غير مؤمنين به المسلمين على كيفهم، لكن أنا فاهم بؤمن بإيه. هم بالنسبة لهم إزاي مائدة من عسل وبيض وجبنة. نعم تفضل. لا يعني ما أنا عايز أفهم هو وصل للتفسير ده كيف؟ فهم شنو؟ إذا كان ما وصل ما فهم أي حاجة. دليل على التوحيد والقدرة. ما فهم. هو حمار نقل كلام يعني موجود عند الإخوة المسيحيين ولم يفهموا. أيوة خلاص فهمت. نقل كلام مفهوم جود عند المسيحيين ولم يفهموا. بدليل إنه أنت جيب أي مسلم. هذه معانا شيخ طه موجود على فكرة. شيخ طه ده بيدرس مدرس في الأزهر، يعني مش شيخ مش خريج أزهر، لا ده بيدرس الشيوخ اللي بيطلعوا على المسلمين. موجود معانا في الغرفة. أتحداه يطلع يقول لي كيف أثبت عيسى، كيف أثبت الله توحيده. خلي بالك بص حاجتين. ننزل نص تاني ونقرأ مع بعض. حاجتين. إن الله أنزلها، يعني أنزل المائدة، حجة لنفسه علينا، على المسلمين مش علينا احنا مالنا، علينا في توحيده وقدرته على ما شاء. يلا يا شيوخ المسلمين مجتمعين مع بعض، اعملوا كونسلتوا وجيبوا شيخ الأزهر وجيبوا الملة بتاعت النجف وقولوا لنا كيف يمكن للمائدة التي نزل عليها زيتون وعسل وبيض وجبنة أن تثبت تكون حجة يوم القيامة على توحيده وعلى قدرته. يعني هم لو اعترفوا بالكلام ده وفسروه زي ما احنا مفسرينه هتبقى كارثة عليهم. دي شهادة منهم بألوهية المسيح، بس ما في كلام.
هي ما حتبقى كارثة يا سامسون، هو يا دوب حيعرفوا الحقيقة وينجي نفسهم من الموت لو فهموا. ما هو كارثة عليهم إنهم حيتزلزلوا، حيصلوا لإنهم هم كانوا بيعبدوا الشيطان، الماسخ كارثة خير على منهم. الشيطان، كارثة على الشيطان. بس لكن الشخص اللي هو عايز يستمر عابد للشيطان هيعمل ايه؟ هيستمر يقول هي نزلت زي امبارح لا لا، رافضي أنت بلا عذر قال بعد لي كده. هذا ما وجدنا أنت عليه بلا عذر. آبائنا. أيوة أنت. الله ينور عليك، مم. الله ينور عليك. ده بعد في كده افظع أيوة من كده فسر لسه لهم يا الآية سامسون، دي احنا مثلا ماشيين في إنك حاجة تكون افظع بلا من عذر. كده، احنا ماشيين في حياة اكتر من كده. أوكي أنا انت معك. عارفة انه هذه المائدة نزلت يوم أوكي. الاحد، نزلت يوم الاحد، واشترط عيسى في ذلك أن يجعل يوم الأحد عيدا إلى ما لا نهاية، إلى نهاية الكون، عيدا لأولنا ولآخرنا. ده قرآن بقى. قال عيسى ابن مريم اللهم انزل هي علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا ولآخرنا. المائدة 114. وين؟ هل اليهود، هل المسلمين طب بيحتفلوا ده كل يوم اعتراف أحد؟ واضح ده. هل بيحتفلوا كل يوم أحد؟ لا طبعا ده اعتراف تماما. لا أبدا. أهو لا أبدا. نزلت ده المائدة اعتراف بالقداس وبالتناول. إن المائدة نزلت عليهم الأحد فذلك جعلوه عيدا، جعلوا الأحد عيدا. أهو ده النص، أنا بقول النص وبقول المرجع، تفسير القرطبي لسورة المائدة 114. مش بيؤمنوا بعيسى، مش هارون إيمان بعيسى، نحن نؤمن بعيسى ونحن أحق بعيسى منكم ونحن. طيب يا عم، عيسى قال تحتفلوا كل يوم أحد بالمائدة المقدسة، يلا. فين يا شيخ طه؟ ليه ما بتتم بتحتفلوا بعد يوم الأحد الكلام ده. مم. بعد الكلام ده لسه عندهم عين ينكروا. ما كلام واضح يا ده. دكتورة لسه أنا جاي أول مرة أشوف كتير. الآية دي. لا لسه جاي كتير، الموضوع بتاع المائدة ده لسه فيه كتير. ده الملخص اللي كنت بيقول أوكي عليه امبارح، معك. ده الملخص اللي انت سألت منه امبارح، يا دوب هنبدأ في حاجة جديدة أيوة حس. تمام. احنا تمام. بالنسبة لنا يا اخوة، احنا بالنسبة لنا المائدة المقدسة واضحة جدا، اللي هو دم وجسد السيد المسيح الذي نحتفل به كل يوم أحد، بنحتفل بدم وجسد السيد المسيح. دي المائدة المقدسة. جاءت من فين؟ جاءت من سلسلة النبوءات التي كانت من بداية وعد الله لآدم، حمل الله الذي يرفع خطية العالم. حمل الله الذي يرفع خطية العالم ده مين؟ السيد المسيح. وبدأت التفصيل بتاعها، بدأت تفصيلها مزيد من تفصيل النبوءات لما بني إسرائيل في لما أرسل موسى لبني إسرائيل إنه يخرجهم من أرض مصر، وتعصى قرب فرعون، فضربهم الضربات العشرة، وكانت الضربة العاشرة هي ضربة الأبكار. قال له تجيب خروف وتذبحه وتاخذ من دمه وتدهن على أعيد موضوع الأحد تاني. حاضر حاضر. الآية بتقول إنه في سورة المائدة، وده الحلة في سورة المائدة 114 بتقول إنه نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. قال عيسى ابن مريم اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون علينا عيدا لأولنا ولآخرنا. العيد اليوم اللي تنزل فيه المائدة، اليوم اللي نزلت فيه المائدة ده يكون عيد لأولنا ولآخرنا. طيب اليوم اللي نزلت فيه ده كان يوم ايه؟ يقول الإمام القرطبي في تفسير سورة المائدة 114، اقرأ معي، اقرأ معي. إن المائدة نزلت عليهم الأحد عدوة وعشية، فذلك
فلذلك جعلوا الأحد عيدا. السؤال، لما هو أمر من عيسى إنه يجعلوا هذا العيد لأولهم ولآخرهم يوم الأحد، ليه المسلمين ما بيعيدوا يوم الأحد؟ مين اللي بيعيد يوم الأحد كل أحد على المائدة المقدسة؟ مين؟ إحنا. ده امبارح أنا بتكلم مع رفيدي قال لي إحنا محرم علينا أن نحتفل يوم الأحد، محرم علينا أن نصلي يوم الأحد حتى لا نتشبه بالنصارى. طب إزاي مش بتؤمنوا بعيسى؟ وهو عيسى عندك في القرآن بيقول احتفلوا يوم الأحد بالمائدة المقدسة. احنا وقفنا هنا امبارح وقلنا انه رمز السيد المسيح هو حمل الله الذي يرفع قضية العالم، اللي هي وضحت في تفصيلها في عندما أخرج موسى بني إسرائيل من أرض العبودية أرض مصر ليدخلهم أرض الميعاد. الضربة العاشرة كانت أنه نجيب حمل ونذبحه ويحطوا على القائمتين والعتبة العليا الدم حتى يمر ملاك الموت. تكملة الطقس هو أكل هذا الحمل. يعني الطقس مش بس الذبح، الطقس الذبح ده شفنا احنا في ظاهر ايضا في في الطقوس الاسلاميه فيما يسمى بالعقيقه وما يسمى بخروف الضحيه. وعرفنا انه الانسان مرتهن بعقيقته الى يوم القيامه ما لم يرهق عليه دما. وعرفنا انه خروف الضحيه انه من اول قطره من دماء خروف الضحيه تغفر خطايا المسلمين، كفاره عني وعن اهل بيتي. ده حديث بتاع الرسول، يا فاطمه قومي الى ضحيتك فانه مع اول قطره دم تغفر لك كل خطاياك. احنا عندنا اللي بيغفر الخطايا ده مش الخروف ولا الماعز، لا، اللي بيغفر الخطايا هو الله، المائده المقدسه. سؤال وجيه، ما شفت سؤال تهاني، سؤال وجيه. ما تطلع طيب وتوريني شطارتك يا تهانيز. احنا بنسبح الله. احنا اطلع عشان اوريك بنسبح الله. اطلع كده ليش وريني، احنا اطلع كل سنة سوا. نذبح ضحية؟ لا، احنا كل يوم احد بنقدم اللي قال عليه عيسى. انت يوم الاحد ما بتقدم اللي قال عليه عيسى، ليه يا تهاني؟ كافر بعيسى؟ كافر كافر بعيسى؟ خلاص يبقى ما تعلقش تعليق اهبل على التكست. مؤمن بعيسى، لماذا لا تحتفل كل يوم احد بالمائدة؟ ده قرآن مش حديث. لماذا؟ ما أعلق تاني، خلاص خلاص بالظبط. لا بص، علق وقول واسأل أي سؤال، لكن أنا يعني نحن نحترم كل تعليق وكل حوار يحترم آداب الحوار والحديث والمنطق، أيا كان هو ست أو راجل يا بنسيري، أيا كان. طيب الرمز الأول اللي هو حمل الله الذي يرفع قضية العالم، عشان كده يجي يقول الطقس إن بعد الذبح اللي هو موجود أيضا في الفكر الإسلامي، ومحدش عارف ليه، يعني محدش عارف ليه الإنسان مرتهن بعقيقته إلى يوم القيامة حتى يرهق عليه دما، محدش عارف. تقف أمام القيامة يوم القيامة برهن بدين إذا لم يرهق عليك دم، برهن دين. وتقف يوم القيامة بخطاياك إذا لم تذبح الخروف الذي مع أول قطرة دم يغفر لك خطاياك. ليه؟ ما تعرفش. رب الأسرة يقف فيضع يده على الخروف يوم الضحية ويقول
كفارة عني وعن أهل بيتي. يا راجل بقى خروف من الغنم جايبه من المعيز، جايبه من الزريبة، هيكفر عن خطاياك؟ خروف جايبه من المعيز وبيذبحوا الجزار، هو ده اللي هيكفر عن خطاياك؟ تقدر تقف قدام الله تقول له أنا اللي بيكفر عن خطاياي حتة خروف؟ ولا هذا الخروف كان رمزا للمائدة المقدسة التي تقول أنت عنه أنها حجة عليك يوم القيامة على وحدانيته وقدرته؟ الرمز الثاني بعد ما طلعوا بني إسرائيل إلى أرض الموعد من مصر وعاشوا 40 سنة في البرية، يقول الوحي المقدس أمطر عليهم الرب خبزا من السماء، نزل عليهم المن والسلوى. 40 سنة، حوالي 600 ألف شخص لا يزرعون ولا يحصدون. يقول الوحي المقدس في خروج 16: قال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقطونه حاجة اليوم يومه، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور الدقيق كالجليد على الأرض، فلما رأى بني إسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو؟ من هو؟ إيجو إني. السيد المسيح قال أنا هو، أنا هو. هنجي الحتة دي. لأنه لم يعرفوا ما هو فقال لهم هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. ركزوا معايا يا أخوانا عشان نقرأ ونفهم. ركزوا معايا عشان نقرأ ونفهم. هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. وقفوا قدام السيد المسيح وقالوا له من هو؟ موسى قال هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. في 4 حاجات يجب أن نلاحظها في مسألة المن الذي أعطاها الرب لبني إسرائيل. على فكرة المن ده هو أكل معروف لأهل سينا، بيتجمع مع الأشجار على الندى وله مذاق عسلي وبيذوب مع الشمس، لكن بيسهر مرتين فقط في السنة. بيسهر شهرين فقط في السنة. عشان كده لما نزل المن ده سألوا موسى من هو، لأنه كان مش المن المعروف اللي هو اعتادوا عليه ان هو بينزل وبيدوب، او يبدو ان هو نزل في موسم غير الموسم اللي هو مفروض شهرين في السنة يكون موجود، في غير الوقت المعتاد. خلوا بالكم في 4 أشياء نلاحظها في هذا المن عشان نعرف من فين بني إسرائيل المسلمين قالوا إنه المائدة نزلت يوم الأحد. ما هم نقلوا بس مش فاهمين من فين، عشان نفهم بس. الشيء الأول اللي قاله موسى هو الخبز الذي أعطاكم الرب تأكله، جاي من السماء. الشرط الثاني التقطوا بين مكسر ومقل فلما كالوا بالعمر لم يفضل المكسر ولم ينقص المقلل. يعني ايه؟ قال لهم تطلعوا كل واحد يشيل قسط اللي هي زي الكوره، وكل واحد في الخيمه تحسب له كوره واحده. يعني 4 أفراد في الخيمه يطلعوا كل واحد يملى كوره، فالرأس بكوره. في ناس راحوا ملوا الكورة للآخر وعمموها وكبسوها، وفي ناس أخذوا بسيط في الكورة. لاحظوا شيء غريب جدا، اللي أخذ كثير واللي أخذ شوية الاثنين كفاهم. بص النص التقطوا بين مكسر ومقلل لما كان بالعمر
لم يفضل المكسر ولم ينقص المقلل. لا اللي أخذ كتير زاد منه، ولا اللي أخذ قليل نقص من إشباع حاجته. يبقى دلوقتي قلنا صفتين. الصفة الثالثة قال لهم موسى لا يبقى أحد منه للصباح. ما حدش ياخد كورتين، هي كورة واحدة، قسط واحد لكل رأس. فاكرين لما اتكلمنا على الحمل؟ تأكلونه مشوي على فطير وأعشاب مرة، لا تبقوا منه للصباح. المن برضو نفس الحكاية، قال لهم بصوا في خروج 16 قال لهم موسى لا تبقوا منه للصباح. ولكنهم لم يسمعوا لموسى فبقى منه بعض الناس للصباح فتولد فيه الدود. الرابع عشان نبتدي نشرح، يعني دلوقتي قلنا 3 صفات. الرابعة يكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوم. ليه؟ لأن اليهود لا يعملوا يوم السبت، فيوم الجمعة يلتقطوا كورتين عشان يوم السبت لا يلتقطوا. طب بتاع السبت ده بيدود؟ لا ما بيدودش. أخدتوا بالكم من الحتة دي؟ يعني المن ما كانش بينزل يوم السبت، يوم الجمعة التقطوا ضعف اللي بتلتقطوه. انت بتلتقط لكل فرد كورة واحدة. متابعين معانا يا اخوانا؟ الحتة دي مهمة عشان نفهم الكلام. سلطانية بيسموها العمري، المولى، الكيلة، سميها ما شئت. يبقى صفاتها انه ده الخبز النازل من السماء اللي اعطاكم ربنا تأكله. المقلل لا يفيض منه، المقلل لا ينقص من حاجته، المكسر لا يفيض منه. إذا أخذت ضعف في الأيام العادية يدود، لأنه ده كان الشرط لا يبقى منه أحد للصباح. نفس الشرط بتاع الحمل قال له برضه ما هو هتخلوا حاجة من الصباح. وأخيرا يوم الجمعة، لأن يوم السبت ما فيش شغل، تلتقطوا أساسا اليهود لا يعملون يوم السبت، فيوم السبت ما كانش بينزل خالص، فقال لهم يوم السبت تلتقطوا ضعف اللي عندكم. طب يوم السبت ده بيدود؟ لا ما بيدودش. يبقى أساسا هناك حكمة من إنه أنت في الأيام العادية لا تلتقط. تعالوا نشوف الكلام ده معناه إيه. البند الأول هو الخبز الذي أعطاكم الرب. شايفين الكلام ده إمتى؟ قبل 1600 سنة. قبل 1600 سنة من السيد المسيح. موسى في البرية يقول لبني إسرائيل هو الخبز الذي أعطاكم من السماء. يجي السيد المسيح بعد 1600 سنة يقول لهم آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. لا هي من ولا هي جبنة ولا هي زيتون ولا هي صميت. افهموا يا بني آدمين، المائدة ما هيش صميت وبيض وجبنة. إذا كان على الصميت والبيض وجبنة 40 سنة 600 شخص 600 ألف بني آدم بياكلوا ويشربوا. لا، 600 اللي كانوا بياكلوا وبيشربوا آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. بس أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. الرمز الأول بيقول إيه؟
هذا هو الخبز الذي أعطاكم الرب تأكله. كان رمز للخبز الحقيقي. ما كانش الخبز الحقيقي، كان رمز، زي ما الحمل كان رمز. مين اللي بيقول كده؟ أنا، ده السيد المسيح نفسه. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيى الأبد. طب فسر لنا أكتر يا رب، فسر لنا أكتر عشان نفهم، فسر لنا أكتر عشان نفهم. ولا ما نفهاش بعد كده يحق علينا إن مولانا يقول علينا بهايم. والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. في أوضح من كده؟ عايزين تقولوا إيه تاني؟ عايزين تقولوا إيه تاني؟ الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي. يبقى المن ده كان رمز للسيد المسيح له كل المجد. آباؤكم أكلوا المن في البرية ولكن دول ماتوا وماتوا. لكن الذي يأكل من الخبز الأصيل له حياة أبدية. أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا للأبد. والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل العالم، من أجل حياة العالم. دي الصفة الأولى، الخبز النازل من السماء. قال لهم الخبز النازل من السماء ده كان رمز، أنا الخبز الحقيقي. الصفة الثانية، ليه قال له التقطوا كل واحد يوم بيومه؟ وليه قال لهم اللي بيلتقط المكسر والمقل كان حاجته، كان بيكفي حاجته؟ اللي بيكوم الكورة للآخر واللي بيخلي الكورة نص نص، ده الاثنين. المكسر لم يفيض منه والمقلل لم ينقص من حاجته. كل ما تطلب معلومات عن المسيح، أي معلومة عنها، أي معلومة تتعرف بها عن المسيح كافية لأنك تعيش معه حياة روحية. المكسر لن يفيض منه. تبحر في اللاهوت زي ما انت عايز، ابحث يلي بتبحث، مش هيفضل منك حاجة. ممكن تسمع ترنيمة، ممكن تسمع وعظة، فتعيش مع المسيح روحانيا. المكسر لم يفيض منه والمقلل لم ينقص منه، لأن السيد المسيح يعطيك حاجتك بأبسط الأشياء. عشان كده الكتاب المقدس يخاطب كل العقول بكل المستويات بأعلى. عايز تتفلسف، عايز تتحدث عن الفلسفة والحكمة، تعمق في الفلسفة والحكمة. أعظم كتاب فلسفة والحكمة موجود في العالم. عايز تاخد الإيمان البسيط، الناس اللي ملهمش في اللاهوت، الناس اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، يخاطبهم السيد المسيح. المقلل لم تنقص حاجته، والمكسر لن يفيض. ويقول لكم في اليوم السادس أن يهيئون فيجنون به، فيكون لكم ضعف ما تلتقطونه يوما بيوم. إذا كان يوم السبت ما بينزلش، إذا كان يوم السبت ما بينزلش، يبقى أساسا هيلقطوا إيه؟ يوم الجمعة. عدوا معايا: الأحد، واحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، الجمعة. يبقى اليوم الأول إيه؟ الأحد. ما هو قال لهم في اليوم السادس تلقطوا الضعف لأن يوم السبت مش هينزل. يبقى أول يوم في الأسبوع إيه؟ الأحد. عشان كده المائدة قال لها نزلت يوم الأحد. والسيد المسيح قام فجر الأحد فأعطانا المائدة جسد ودم يوم الأحد بعد القيامة.
اسأل المسلم كده، قول له ليه المائدة نزلت يوم الأحد؟ وليه يوم الأحد هو عيد أبدي بيعيد بيه المسيحيين كل أحد؟ ليه؟ لأن المسيح قام من الأموات، وكان رمز للسيد المسيح المن الذي نزل يوم الأحد ويعطينا حاجتنا كل الأسبوع. احنا بنعمل قداس بس يوم الأحد؟ ده احنا كل يوم بنعمل قداس. بنعمل قداس كل أسبوع، الأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة والسبت كله. ده حتى السبت اللي ما بينزلش فيه الرمز قال له تلتقط الضعف، فحيكفيك السيد المسيح في كل أيام الأسبوع السبعة اللي هي كمال الزمان. الشيخ المفسرين وإمام وابن جرير الطبري في سورة المائدة 114 عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت المائدة خبزا ولحما. هم اختلفوا، المائدة نزلت ايه؟ ناس قالوا نزلت سمك وخبز، وعمار بن ياسر قالت نزلت خبزا ولحما، وناس قالوا انه نزلت زيتون وبيض وجبنه يعني اي كلام، وناس قالوا نزلت يعني. بس انا مهتم بما قاله عمار بن ياسر، خبزا ولحما، خبزا ولحما. من لم يأكل جسدي ويشرب دمي لا يثبت في وأنا فيه. خبزا ولحما. وأمروا، بص أمروا بإيه؟ بص عمار بن ياسر بيقول أمروا بإيه؟ عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المائدة خبزا ولحما وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا للغد. ليه؟ ليه؟ طب أنا عارف إنه رمز السيد المسيح له كل المجد هو المن، عشان كده لا يمكن يكون لبكرة، مش ممكن يكون بيت، لأنه جسده لا يرى فسادا. ده انتوا لما عصيتوا حطيتوا له اليوم الثاني دود، والخروف تأكلوه في يومه ولا تبقوا للغد، الباقي تحرقوه بالنار، لأنه ده جسد السيد المسيح، مكتوب أن جسده لا يرى فسادا. فالرمز اللي في الحمل لا تبقوه للغد، والرمز اللي في المن لا تبقوه للغد. انت بالنسبة لك ليه لا يأخذ في الغد؟ ليه الادخار عقوبة؟ ليه الادخار جريمة؟ ما دي شوية عسل وبيض وجبنة، هيحصل لها ايه لو اخدتها؟ ما هو ده شوية زيتون، هيحصل ايه لو اخدت زيادة حطيته؟ ليه الادخار دي يعتبر خطية وخيانة؟ بص بيسميها ايه عمار بن ياسر؟ لا تخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا للغد. ليه؟ طب انا فاهم ليه، انت ليه؟ لماذا يأتي الأمر الإلهي لبني إسرائيل إنهم ما يدخروش؟ بص يقول لك إيه؟ فخانوا وادخروا ورفعوا فما خسخهم الله قردة وخنازير. الهبل بقى بتاع القردة والخنازير سيبوني من القردة والخنازير، أنا عايز أعرف لماذا الله. أنا عندي الحكمة بأنه المن لا يستنى للغد، وعندي الحكمة بتاع الخروف لا يستنى للغد. انت الحكمة ايه من ان هم لا يأخذوا للغد؟ الحكمة ايه؟ شخرمان طاق في الطرلل. لماذا الادخار خطية؟ ولماذا اشترط إله الإسلام أن لا يدخروا؟ وما هي الحكمة في أن لا يدخروا؟
القصة في التوراة واضحة، والسبب واضح، والنبوة واضحة، والرمز واضح. انت بالنسبة لك ليه وشيخ طه موجود معانا؟ يا ريت يقدر يرد. ده على الرغم ان اليوم السادس بتجمع فيه الضعف، لكن لا يتعفن ولا يمتلئ بالدود. بص موسى بيقول ايه؟ لا يبقى احد منهم للصباح ولكنهم لم يسمعوا لموسى، بل بقى منهم ناس في الصباح فتولد فيه الدود. الحكمة الإلهية التي جعلها الرب إله الذي يجمع المن ولا يأكله يصاب بالعفن والدود. وهذا مثال الشخص الذي يجمع المعلومات الكثيرة جدا عن السيد المسيح نظريا ولا يعيش معه روحيا، لا يعيش الكلمة ويحياها روحيا، فمصيره الموت والعفن. تاني الحتة دي قال لهم موسى لا يبقى أحد منه إلى الصباح ولكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه إناسا إلى الصباح فتولد فيه دود وأنتن. طب يا رب إيه الحكمة من إنه هو لا يجمعه ولا يستن منه لتاني يوم؟ مثال تاني، مثال الذين يجمعون المعلومات عن السيد المسيح نظريا. اعرف المسيح نظريا، ادرس لاهوت، فلفل الكتب، اقرأ التفاسير، ابحث زي ما انت عايز، ولكن تأخذ بدون أن تأكل الكلمة، يعني بدون أن تعيش الكلمة وتحياها، فمصيرك الموت الأبدي والتعفن. عشان كده بيقول حيث نارا لا تنطفئ ودود لا يموت، حيث البكاء وصرير الأسنان. طبعا ليس المقصود بالنار والكبريت والدود هي نار حقيقية وكبريت حقيقي ودود حقيقي. بحيرة النار والكبريت، وأنا كنت سامع الكلام الصبح بس ما قدرتش أتكلم لأنه فعلا ما كانش في ظروف، يعني كنت في ظروف مش قادر أبحث فيها. بحيرة النار والكبريت اتذكرت في سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا أساسا كله رموز. سفر الرؤيا أساسا كتب بالرمز، ورآه يوحنا بالروح وكتبه بالرمز. حاضر. النص هنا بيقول ايه؟ لا يبقى احد منهم الصباح ولكن لم يسمعوا لموسى، بل ابقى منه اناسا للصباح فتولد فيه دود ونتن. وقلنا الحكمة من كده انه الذين يتعرفون على السيد المسيح نظريا ولا يعيشوا الكلمة روحيا مصيرهم الموت والنتن. عشان كده الوحي المقدس بيقول حيث نار لا تنطفئ ودود لا يموت، حيث البكاء وصرير الأسنان. وطبعا ليس المقصود هنا بالنار ولا الدود الشيء المادي، لأنه في القيامة هنقوم بأجساد، اللي هيقوموا بالميت هيقوموا بأجساد نورانية. ليس الوحي المقدس واضح إن دما وجسدا لا يرث ملكوت السماوات. ما فيش دم وجسد هيرث ملكوت السماوات. هنقوم بأجساد أيوة، لكن الأجساد لها طبيعة مختلفة تماما، هي الطبيعة النورانية الممجدة. لا حاجة لها للأكل والشرب والجنس، لا حاجة لها، لا يحدها الزمان ولا المكان. متعة هذه الأجساد النورانية تصل إلى قمة المتعة في أن تعيش في معية مع الله. طب الأجساد اللي هي الخطاة، ما هم دول هيقوموا برضو، بس احنا هنقوم بأجساد ممجدة نورانية وهم هيقوموا بأجساد مهانة. وهيكونوا في العذاب النفسي والروحي والجسدي، بس مش الجسد الدم واللحم ده، لا،
اللي هو الجسد اللي هيعيش مدى الحياة، حياة أبدية، بس جسد الهوان، جسد المذلة. وعذابهم هيكون عظيم جدا من العذاب النفسي والروحي. ما هوش بقى العذاب بتاع انه ندم انه ما قتلش برصم ولا ماتش برص، لا، ندم انه تعرف على المسيح نظريا ولم يعيش الكلمة روحيا. ده الندم والعذاب اللي هتعيش فيه. عشان كده احنا عارفين لما جات النبوة بتقول التقطوا بين، على فكرة الكلام ده لكل المسيحي والمسلم. مولانا عمال يقرا ويبحث وكده لكن لا يعيش الكلمة روحيا، مصيره بحيرة النار والكبريت. عمال تعمل أبحاث وتقول أيوة وأنا أتأمل وعلى، ولم تعيش الكلمة روحيا، ما هو ده برضه مصيرك. مصيرك لا تعيش معه روحيا، مصيرك بحيرة النار والكبريت المعدة لإبليس وأعوانه منذ تأسيس العالم. والدليل على أنه بحيرة النار والكبريت ما هياش نار وكبريت حقيقية. الدود ده هيعيش إزاي؟ الدود ده لو كانت بحيرة نار، الدود ده هيعيش إزاي؟ حيث البكاء وصرير الأسنان. صرير الأسنان بيجي من البرد، إزاي تكون حر؟ المفروض لو نار مولعة مش هتصر أسنانك، ده أنت هتصرخ، ده أنت أسنانك هتجع. فبس عشان يعني ما نستمرش ناخد فترة طويلة نتكلم على هذا الكلام ونعيد ونزيد. هي أجساد أبدية. الذي يقوم مع المسيح يقوم بجسد ممجد نوراني، والذي يقوم بدون آآ آآ الذي يقوم في الخطية بدون دم المسيح يقوم بجسد مهان مذل. جسد مهان ومذل يعيش في عذاب. طب ليه ذكر بحيرة النار والكبريت؟ لأن دي الحاجة اللي احنا بنفهمها كبشر. احنا بنفهم النار والكبريت والدود ده العذاب، لكن وضع النار والكبريت والبكاء وصرير الأسنان كناية عن الرمز اللي هو كتبه في سفر الرؤيا. بسفر الرؤيا من بدايته لنهايته رموز بتدل على عذاب شديد جدا هيتعرض عليه الإنسان الذي لم يغسل ثيابه في دم المسيح وبيضها. هيتعرض إلى هذا العذاب والمهانة والمذلة. ولإلهنا كل مجد وبركة وعزة وكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين.